ياهو ميناسان، اهلا بكم في فيديو جديد. معانا لعبة مميزة ولكن هي لعبة من العاب الاندرويد. اعتقد في منها برضو متاح للبي سي، بس انا فضلت ان انا العبها على الاندرويد. اسمها ايبك فانتازي. انا لعبت فيها كتير جدا وطورت شخصيتي كتير جدا، بس حبيت ان انا اعرفكم عليها. خلينا نبدأ. الموسيقى بتاعتها يعني مذهلة جدا يعني، والجرافيكس روعة وحاجات كتيرة روعة. انا حابة اني العبها على التابلت، بيكون الوضع افضل كتير من ان هي تتلعب على الموبايل. فيها خاصية اللي هي الاوتو بلاي، يعني انا بس مجرد اني بخلي الخصوم يضربوا مباشرة على طول، مش محتاجة اني ابذل مجهود بالنسبة لي. دي الواجهة بتاعتها. طبعا بقالي 3 ايام بلعبها عن طريق اخدت فيها وقت طويل ان انا يحكم عليها. الجرافيكس فيها روعة، الفلوس فيها بتيجي، مش هقول ان هي سهل قوي او صعبة قوي، لكن فيها معدل كويس. كذلك الجواهر فيها معدلها كويس، مش بنقعد نجري وراها بمعنى اصح. الفوز فيها مش صعب. كذلك ممتع، والموسيقى فيها كويسة وكده. خلينا نلم الغنائم بتاعتنا. هي الفكرة فيها انا بقاتل وحوش، في عندي هيرو بيقاتلوا وحوش، فانا مهمتي ان اطور الهيرو بتوعي دول عشان ان هم ايه، يقدروا يقاتلوا الوحوش دي بطريقة مناسبة. انا ممكن اخفف حدة الصوت اكتر شوية، اتمنى تكون حدة الصوت كده قلت شوية. طبعا يعني هي الموسيقى بتاعتها منتشرة كده على طول، فانا بلعب انا ايه بفصلها ريسيف. شايفين كمية الغنايم بتاعتي. طبعا هما بيستمروا ان هما يقتلوا الوحوش حتى وانا غايبه مش بفتح اللعبه، وبيبداوا ان هما يحسبوا الغنايم. في كذا حاجه بقى، خلينا نلم الحاجات بتاعتنا. بقالي من امبارح ما فتحتهاش، فنلم الجواهر بتاعتنا. ريسيف اول، استلم الصندوق. زرار نورونجر، مفيش حاجه هنا. طيب احنا اخدناهم من شويه، تمام. طيب انا عندي في الارشيف عندي 50 جوهره اخدهم اها، واروح للايفنتس. مثلا عندي دي اخدها، لسه مش متاحه دلوقتي. دي فيها مثلا حاجه فيها 500 جمهره، يعني ما شاء الله كتير، هيساعدوني دلوقتي لما باجي اطور الشخصيات. ودي برضو دي كلها بتاعه تسجيل الدخول. انا هاخد دي برضو. كل دي هدايا لتسجيل الدخول بتاعه اليوم الثالث، وكل يوم بقى فيه جوائز اكتر، لسه فيه كمان. اهو اليوم الثالث برضو. خلاص كده اعتقد، خلاص كده الايفنتس تمام. الهيرو بقى تحت، انزل الهيرو بتاعنا. طبعا الجزء ده مهم جدا، هو تطوير الهيرو. شايفين الهيرو بتاعنا مطورهم لفين؟ 480 ليفل الوحش بمعنى اصح، بس هو ممكن يتطور اكتر من كده كمان، او اعتقد ده كومبليت مش عارفه. المهم ان هو من رتبه اس، يعني التصنيف بتاعه اس، يعني حاجه خرافيه كده. معايا واحد كمان 480 تحت اهو، برضو من الرتبه اس برضو. فانا التطوير بتاعي كل ما اللي هو 480 ده، انا ممكن اعدل الايكومنت بتاعه، اخليه ان هو يلبس درع اقوى اكتر. يعني شوف، يعني هيبقى اقوى من كده. وكمان ممكن احدث الدرع ذات نفسه اللي هو لابسه، فممكن ان احنا نعمل له ابجريد زي ما هي موجوده في الجنب. تمام. ممكن نعمل ابجريد كمان قوي قوي بما فيه الكفايه. فتخيل احنا بنعمل ابجريد للايكومنت بتاعته كمان. ممكن نعمل ابجريد لدي كمان اهو، ودي ابجريد كذلك، ولا جواهر. ودي واخر واحدة الخوذة بتاعته. كده اخر حاجة في المعدات بتاعته. اعتقد يعني انت كده، يعني كده معاك حاجات كتيرة متطورة لاخر درجة. خلينا نشيل الشاشة عن طريق الغبار السحري. تقدر انك تطورهم بقى، عايز ان تعمل له المعدات دي بتساهم اكتر ان هم تبقى قوية، فتقدر ان انت تعدل فيها. طبعا بيبقى الليفل في ممكن ليفلين 3. في عندي هيروز مش بستخدمها، وفي عندي هيرو بستخدمها. اول سكواد معايا اللي هو سكواد رقم 2 في 5 هيرو، انا مختار التصنيفة دي سوا عشان قوتهم كويسة كده مع بعض.
هما معظمهم او كلهم اس، فانا حابه التصنيف الاولاني يكون اس، لان دي افضل تركيبه. معايا 2 صحراء، او معايا تقريبا معايا 3 صحراء، ومعايا محارب. فالتصنيفه بتاعتهم كويسه، وكمان كل واحد ليه عنصر. يعني مثلا دي عنصرها الضوء، دي عنصرها النار، ده عنصر الضوء برضو، وده الضوء، وده الظلام. فالميكس دي سوا مع بعض كويس في الهجوم. السكواد رقم 2 معايا شخصية سايبة فيهم شخصية 480 عنصرها النار، وده نار برضو، ده عنصرها الضوء، وده عنصرها المية، وده عنصره الأرض. ال5 دول الميكس دول مع بعض متنوعين، فكلهم بيشيلوا بعض. فأنا حاطة واحد من كل نوع، وسايبة في بعض الناس ضعيفة ماهيش ترتيبها اس، ده هي ترتيبها ار، فانا جايبه اللي هو 450 ده بيسندهم شويه. الباقيين بقى دول لا، انا ما استخدمتهمش، يعني ما عليهمش ضغط خالص. الاتنين ليفل واحد اللي تحت هم رتبتهم اس، بس لسه ما اتطوروش فما لهمش لازمه. وكمان في واحد مش مستخدماه، هو رتبته ار برضو ونجمتين، فمش محتاجاه. حسيت ان انا في عندي واحد شبهه تاني بس ليفله 60 فوق اهو، هو ده بس لما اتطور وهو افضل منه بكتير، فسبت ده تحت. يبقى انا اما بالنسبه لي ال10 دول. التطويرات بقى تقدر انك تعدل في التطويرات زي ما انت عايز، وبتتكون من ليفل، يعني اكتر من ليفل كل شويه. خلينا نجرب تشالنج واحده، نشوف السكواد بتاعنا هم قاعدين. دول المعركه اللي هتكون اول سكواد بالنسبه لي، اللي هو فيه الوحش ده اللي هو 480 ده. ثواني، اللي هو 480 ده خليه زي ما هو، مش عايز اعدل فيه حاجه. السكواد بتاعه قدامه وحوشه ار ويو اس ويو اس، طبعا ده ضعاف جدا جدا جدا، يعني المهم ان هم كلهم ناري. يبقى السكواد الاولاني قدامه 3 وحوشه، والسكواد التاني قدامه 5 وحوشه. فالسكواد التاني دايما بالنسبه لي بيبقى مش عارفه ليه دايما بيبقى فيه اكتر عدد من الوحوشه، فدايما هتلاقوني انا حاطه العدد الاكبر من الابطال والتصنيفات الاكتر في اللي تحت، واللي فوق عشان هم تصنيفاتهم قليله فهتلاقوا قدامهم 3 بس. في هنا كويك باتل اللي موجوده تحت باللون الاخضر، وفي الاوتو ديبلوي. يعني ايه؟ يعني انا اخلي الجيم ممكن تخلي انت كل شويه تضرب طلقه واللي قدامك يضرب طلقه، يعني انا عليا الدور انت اللي عليك الدور. فانا مش بحب كده، انا بقول كويك باتل على طول واقول ستارت باتل، فهم بيخلصوا على بعض لوحدهم من غير ما اضغط على اي حاجه. ده كده السكواد الاولاني اللي هو الويف الاولاني اهو. خليهم ان هما بيضربوا. انا عامله اوتو فوق وعاملها اكس 4 لو شايفين فوق. ده كده الاولاني. طيب كونتينيو. جميل. التشالنج التانية نكمل. المعركة بتخلص في ثواني، انا مخليها على باي 4 فوق، فتحسوا ان الموضوع سريع. ليه؟ لانهم اقوياء جدا. انا التيم بتاعي اللي انا حاطاه ده ما بياخدش. المفروض كنت اضغط على ويف 2، انا نسيت. طيب خلينا نعيدها تاني ونضغط على ويف 2. ده كده الويف 1 لسه. المعركة ما بتاخدش دقايق، يعني انا بفوز بلعب 100 جيم في القعدة بمعنى اصح. كده الجيم ده خلص. طيب الويف التانية بقى انا هاخد كده جوازي. الويف التانية تحت اهي، المفروض كده اهو كونتينيو. يعني هو الويفين كانوا شغالين مع بعض والاتنين فازوا مع بعض. انا طلعت كده للمستوى الاعلى اللي فوق، خلاص هو رانكهم طلع. هي اللعبة سيمبل وبسيطة ومساحتها مش كبيرة، وفي نفس الوقت بحسها ممتعة. طبعا الموسيقى احنا لو علناها شوية، طبعا الموسيقى كويسة يعني. اعتقد الموسيقى كده وقفت. طبعا في حاجات كتيرة محتاجة ناخدها. في حاجة اسمها دانجون ده عارفين زي الانميات، يقولك احنا داخلين الدانجون بتاعنا نستكشف الوحوش اللي موجودة فيه. هو ده موجود فيه نفس الشيء برضه. فده بتدخل كل دانجون من دول مفتوح كتير. اول واحد مفتوح اللي هو الجولد والاكسبيرينس بتاعتك، اللي هو المستوى القليل اللي هم الضعاف بيدخلوه عشان خاطر ايه؟ يجيبوا ذهب واكسبيرينس. في بقى الدانجون فما اعلى اللي هو الماجيك، مش عارفه ايه، في كل واحد. فعليك بقى انك تفتحهم تدريجيا. ده اللي اسمه لسه ليفل النورمال. في هيل اللي هو الجحيم، في الريد اللي هو الصعب بقى، خلاص ده ليفل اصعب. كل واحد منهم عشان تلعب التشالنج محتاج يا اما تدخل بكل تشالنج منهم يا اما 50 جوهره يا اما مفتاح. انا معايا مفاتيح فوق، معايا 82 مفتاح ومعايا جوهره، فمش عندي مشكله، فاقدر ان ادخل الدنجون في اي وقت انا حباه. ومن هنا دي لازمه الجواهر ولازمه المفاتيح في الليفل ده او في اللعبه دي، عشان خاطر ندخل كل الدنجون دي. عشان يقدر الليفل هيل يتفتح لك لازم تخلص النورمال الاول. هي شبه الانمي اكتر يعني. يعني اسلوبها كويس، وهي
بسيطة وفيها ايفنتس، وتجميع الفلوس فيها مش صعب، فما تحسش انك بتخسر مش عارف تجيب فلوس او تقف. لا، انت بتخرج من اللعبة وقت ما تكون زهقت منها، مش عشان الفلوس خلصت منك او كده. كمان برضو لو انت عايز كويك هانتنج تقدر تتفرج على فيديو وتاخد فلوس وغبار سحري بسرعة عشان خاطر انك تعمل ابجريد للهيروز بتاعتك. اتمنى تكون اللعبة كانت بسيطة وممتعة بالنسبة لكم. وبرضه هنشتغل على جانب الالعاب الخاصة بالابليكيشن بتاعت الاندرويد، برضه هنشتغل على جانب البي سي لو لقينا حاجة كويسة. طبعا هنا انا بتعامل من على تابلت، فاللعبة من على التابلت هو افضل بكتير، وممكن التحكم فيها مثلا انا بحب العب ببجي من على التابلت، مش بحب العبها من على البي سي، لان مش بحب يكون في زراير كتيرة قدامي بتحكم فيها. فمع السلامة، سايونارا.